اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعاده والهنا، مساء الخير، مساء السعاده والهنا. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض صينيه جلاش باللحمه المفرومه، نحطها جنب الاكل كده تسند جنب الاكل، لان حته اللحمه مفرومه كده في الفريزر عندنا حاجه صغيره كده، قلنا نعمل بيها صينيه جلاش. يعني نقضي بيها اليوم كده وكله حلو وخير باذن الله. معايا صينيه جلاش. انا بعمل صينيه الجلاش يا جماعه بطريقه تعجبكم قوي، والله العظيم. لا بحط عليها لبن ولا شوربه ولا بيض ولا بسقيها اي حاجه، بتطلع مقرمشه وتحفه تحفه. هوريها لكم، خليكم معايا لحد اخر الفيديو، اتفرجوا وقولوا لي ايه رايكم، ولو بتعملوها بطريقه تانية جربوا الطريقه بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. معايا لفه جلاش، ومعايا طبق فيه سمنه، ومعايا صينيه دهنها سمنه. ابدا ارص طبقات الجلاش واحده واحده، خليكم معايا. انا حطيت اول طبقه، حطيت ورقتين مع بعض. تاني طبقه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ورقتين تاني مع بعض اهي. ابدا احط بقى ايه، انا معايا سمنه مسيحاها. افردها والله عندي فرشه، بس انا بستسهل كل حاجه، مش عارفه ليه بستسهل ان انا اجيب فرشه لسه يعني واخده على طريقه عمايل امي وستي والكلام ده، وطبعا دي احسن طريقه. عمايل امي وستي دي احلى اكل. كده حطيت 4 طبقات وحطيت عليهم معلقه سمنه. احط طبقتين تاني. انا حطيت نص لفه الجلاش، وابدا احط اللحمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. طبعا اللحمه اللي عندي مش كتير، انا قلت لكم هي كانت حته في الفريزر كده، وصينيه الجلاش دي هتسند جنب الاكل، فمش شرط يعني املاها كلها لحمه، حاجه اقتصاديه وخلاص. افرد اللحمه كلها في الصينيه وارجع لكم تاني، خليكم معايا، مش عايزه اطول عليكم الفيديو. بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك واللايك، بالله عليكم بالله عليكم. مش كل فيديو هقول لكم اللايك مش بيفطر يا جماعه. دوسوا على اللايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، وتابعوا الفيديو للاخر. دي امانه يا جماعه، تابعوا الفيديو للاخر. افرد اللحمه في الصينيه كلها وارجع لكم تاني، خليكم معايا. بصوا انا فردت اللحمه فيها. حته اللحمه انا قلت لكم هي مش كتيره، هي يعني والله مش ربع كيلو، اقل من ربع كيلو كمان، بس حاجه بتسند جنب الاكل وخلاص، عشان العيال صايمين وما ينفعش نعمل فطار كده من غير اي حاجه والعيال صايمين. ادهنها سمنه. ريحتها تحفه تحفه، ريحه اللحمه تحفه، اللحمه المتعصجه. احط طبقه تاني. اخر طبقه في الجلاش معانا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. طبعا انا هقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما اقطعها هدهنها، مش هدهنها دلوقتي. طبعا التقطيع ده حسب الرغبه عندكم، في حد بيحب يقطع حته كبيره، حد بيحب يقطع حته صغيره. التقطيع ده حسب الرغبه.
بصوا قطعته ازاي. ابدا بقى احط ايه على كل مكعب كده معلقه سمنه صغيره مش كبيره، عشان برضو ما يبقاش دسم قوي. هفرد كل ده دلوقتي، مش هسيبه طبعا كده. بصوا بصوا بدهنها ازاي. انا قطعت 4 بالعرض، 4 طبقات أربعة، واحد 2 3 4 بالعرض، 1 2 3 4، وبالطول 1 2 3 4. انا بحب اقطعها قطع كبيرة. بصوا معلقة السمنة دي بقى ولا اروع. معلقة السمنة دي بتودي لي الجلاش في حتة تانية خالص. بصوا احطها بقى في الفرن هتطلع، وخليكم معايا مش بحط عليها لبن ولا بيض ولا اي حاجة والله العظيم، وبتطلع تحفة كريسبي كده وجميلة جميلة. خليكم معايا. بصوا الجلاش يا جماعة، بصوا الجلاش عامل ازاي، لسه طالع حالا، ما سقيتهوش اي حاجة والله، ولا حطيت عليه لبن ولا حطيت عليه بيض ولا حطيت عليه شوربه ولا حطيت عليه اي حاجه. الاول ما كنتش بحب برضو احط عليه بيض ولا لبن، بحس انا اسفه يعني بطعم زفاره فيه بيض او لبن. فبعد كده كنت بحط شوربه، لكن دلوقتي ما بحطش اي حاجه. بصوا بصوا انا قطعته كله. بصوا من تحت عامل ازاي.